من 6 شهور كنت منزل الفيديو ده، واتكلمت فيه عن ازاي انا اختفيت 6 شهور واشتغلت على نفسي. حاليا 12 شهر، وعايز اتكلم معاكم على مختصر ال 12 شهر، بحيث ان حرفيا ما كانش فيه مقارنة، او ما فيش مقارنة ما بين اول 6 شهور هتختفيهم وتاني 6 شهور هتفكر تختفيهم. واشارك برضو معاكم الكتب اللي اثرت عليا جامد في خلال الفترة دي كلها. وخلينا نبدأ بكل بساطة كده. حرفيا لو اختصر ال6 شهور وال6 شهور، فأول 6 شهور هتحس إنك عرفت كل حاجة وأحسن واحد في الدنيا. وفي تاني 6 شهور بالنسبة ليا أنا مش عارف أي حاجة، وأنا مين في الدنيا. حرفيا ده الفرق. بمعنى إن في أول 6 شهور أنا كنت مختفي، وكنت مختفي بالمعنى الحرفي، بمعنى كنت منغلق ومش متعرض للعالم الخارجي. فكنت مركز فعلا على نفسي، وكنت بقيم نفسي على أساس اللي أنا شايفه غلط فيا. سواء ان انا شايف نفسي مش بعرف اتكلم كويس، سواء ان انا مثلا شايف جسمي عايز يتظبط شويه، سواء كل الكلام ده. ولكن في ال6 شهور التاني عرضت نفسي، ولكن برضو زي ما انا اتكلمت قبل كده عرضت نفسي للناس اللي انا عايز اكون زيهم، بحيث ان انا رحت بعض الاحداث اللي فيها اشخاص مش هم زيي، ده انا عايز اكون زيهم، اللي هم اشتغلوا على نفسهم لمدة طويلة من الوقت، وكمان من كل الاوساط، من اللي هو من الصعيد، من الوجه بحري، من وضع اجتماعي عالي، من وضع اجتماعي كان قليل، كله. ولكن بقى دي ناس اديلها سنين. فالموضوع كان مختلف جدا، وكان محبط، وكان ممتع في نفس الوقت. يعني محبط بحيث ان هو انت بقى، لان انت في الاول ال6 شهور وانت مع نفسك، وانت برضه وسط الدايره الحاليه بتاعتك، انت فعلا هتكون احسن واحد فيهم، وهتكون احسن واحد في الناس كلها اللي انت بتقابلها، او اللي انت كنت بتقابلهم طول حياتك. لانهم هم يعني مع احترامي طبعا لكل الناس دي، ما فكروش يطلعوا لفوق. يعني اللي هو ما فكروش يطلعوا فوق بالمعنى الحرفي، انهم يشتغلوا على نفسهم، مش يقعدوا يقولوا ده في مشكله لكذا لا، اللي هم حرفيا قالوا انا مسؤول عن حياتي، وركز على نفسه واشتغل. المهم، فانت هتحس نفسك انك انت ايه، انت اللي بتقدر تتحكم بنفسك، انت اللي بتتحكم في حياتك وسط الدايره بتاعتك، انت تكون احسن واحد. ولكن بعد كده وقت ما انت تروح بقى وسط الناس اللي بيركزوا على نفسهم، اللي بيطوروا نفسهم عادي، هتحس نفسك انك انت ده انت لسه، ده انت ما فيش مقارنه. فده هيكون محبط. ولكن الممتع او المشجع انك انت هتشوف انت بعد كده ممكن توصل لفين. يعني بص، هتبص على كل بقى، بص ده بعد كام سنة قدر يوصل ليه، وده بعد كام سنة. وكمان هتشوفهم وش بوش كده. الأحداث اللي أنا بتكلم عليها دي موجودة في كل، يعني في حدث ستارت اب وزاوت بوردرز، رايز اب. الاتنين ده بالذات، تكني اللي هو مشهور، ممكن التذكرة بتاعته بتبقى غالية، وصراحة لا يقارن بيهم صراحة، من حيث التنظيم، ومن حيث الأشخاص، ومن حيث التواصل. ما يتقارنش. أنا رحت بتاع الإسكندرية، ورحت بتاع القاهرة، وبرضه مش بمستوى رايز اب أو ستارت اب وزاوت بوردرز، رغم إن هم كان أول سنة ليهم السنة اللي فاتت. فالمهم، الأحداث دي هتلاقوا ناس كتير قوي فيها، وشخصيات مهمة بتروح، خاصة رجال الأعمال والأشخاص الناجحة. وكده كده الأجندة بتنزل على الموقع بتاعتهم، ويبقى في خصومات للطلبة. يعني في تكني مفيش خصومات للطلبة. في رايز اب وكان ستارت اب وزود بوردرز بيبقى في خصوم على التيكيتات. المهم، خلينا نرجع لموضوعنا. فانا وقت ما رحت، يعني انا بالنسبه ليا حاليا اللي خلاني اتغير بشكل كبير خلال ال6 شهور اللي بعد كده، كان انتقادات. وانتقادات بقى من مين؟ الاشخاص اللي انا عايز اكون زيهم. بمعنى، خلينا نبدا. بالنسبه لاول حد يعتبر اثر عليا الصراحه، وخلاني، هو اول انتقاد كان جاي من استاذه كريمه الحكيم. دي اتعرفت عليها وقت ما انا رحت حدث ستارت اب وزود بوردرز. رحت لقيتها من الحكام اللي هي بتتكلم مع الشركات وتقول رأيهم. فأنا طبعا عندي فكرة مشروع وكل الكلام الجميل ده وشغال عليها، فأنا كنت عايز رأيها، بحيث يعني فاهم. يعني أنا بصراحة ما كنتش عارف، يعني أنا هقول لكم يمين دلوقتي. أنا ما كنتش أعرفها بشكل، أنا ما كنتش أعرف اسمها حتى. فالمهم اتكلمت معاها وقلت لها واحد اتنين تلاتة، وعايز أدخل معاك ميتنج، وتقولي لي رأيك في الفكرة بتاعتي ونصايح وكل الكلام ده. دخلت معاها. أول حاجة بعد ما ضفتها على لينكد إن، عرفت إن هي مسؤولة عن شركة استثمار مخاطر، اللي هم بيدوا الشركات فلوس، وهي اصلا اللي مسؤوله عن الفرع بتاع مصر كله، لان هي الشركه دي دوليه.
وحتى فيها تعاقدات مع شركة اتصالات، يعني حاجة كده من الآخر. لو رضيت عني بكل بساطة كده أنا هعدي زي ما بيقولوا. فدخلت معاها في الميتنج، فالموضوع كان جميل والفكرة عجبتها وكل الكلام ده. يعني العيب مش في فكرة بس، كان يبقى أنا بكل بساطة: حسين أنت لسه طالب، في نفس الوقت برضو أنت ما عندكش ريكورد. ريكورد بمعنى أنت عملت إيه قبل كده، أو باختصار كده أنت مين. أنت تاني حاجة أنت ما عندكش حد خبير في، يعني أنت يعني أنت شخصيا أنت ما عندكش خبرة في اللي أنت بتتكلم فيه، اللي هو حوار جزء التربية. ما عندكش أطفال، أطفال، أو كنت في جزء لو في أي حاجة مرتبطة بالتربية. المهم بكل بساطة أنا كان قدامي اختيارين في انتقاد زي كده، اللي هو أنشف دماغي ولا أنا اللي عارف كل حاجة ومفيش مني اتنين، وأروح لحد تاني لحد ما حد يخطف عليا، أو اللي هو واقع الواقع هي فعلا كلامها صح. تمام. ودي حاجة أنا نميتها في نفسي، اللي هو أنا بعرف أفرق من حد بينتقدني بشكل يعني اللي هو بيتكلم بشكل واقعي وبيوري لي النقاط اللي أنا مش واخد بالي منها، وفرق بين شخص اللي هو بيحبطني. تمام. وفي الغالب يعني فاهم، خد رأي الناس اللي انت عايز تكون زيهم، او اللي هم بتحس اللي هم فاهم مفيش مصلحة، يعني بالنسبة ليها هي شخصيا هي مصلحتها اللي انا انجح كمعلومة، بحيث ان هي شركات الاستثمار اللي بتدي فلوس وقت ما بتلاقي حد في فرصة ان هو يبقى حاجة، ده بتمسك فيه، بحيث انها لو حاطط فلوس وانا حققت نجاح هيعيد عليهم بالارباح. المهم، تاني حد كان احمد طارق خليل، اللي هو الشارك تانك. انا قابلته الان 7 مرات، هو اللي انا كنت عايزه يكون معايا كاستثمار. فبكل بساطة ده حرفيا انا كل مرة كنت بروح كان كل شوية بيحصل حوار، وارجع اروح وارجع اروح وارجع، بحيث ان لا الحاجة دي مش مظبوطة، ده لا دي كذا ليه كذا ليه كذا ليه كذا، لحد اخر مرتين قابلته هو اللي وصلني حتى للنقطة دي. انا طول ال6 شهور كنت شغال على نفسي وشغال على كل اللي انا بعمله، والفكرة الجميلة اللي انا شغال عليها بإذن الله احققها. وعملت لها الفاليديشن او التصديق، يعني الفكرة ذات نفسها مفيش مشكلة منها، السوق مفيش مشكلة منه، كل الحاجات دي جميلة. ولكن ال6 شهور الأخرانيين حطوني طبعا نتيجة اللي أنا برضه قدام سؤال كبير أوي، هو أنا مين. بحيث إن عمال أعرف شوية من هنا على شوية من هنا على شوية من هنا على شوية من هنا على شوية، ولكن قدام الواقع في أي شيء عموما أنا مين. حطني قدام السؤال ده، أنا مين. أنا عارف شوية في البرمجة، عارف شوية في البيزنس، عارف، بس أنا مش محقق حاجة. أنا مش محقق حاجة بجد. فده طبعا كان آخر حاجة. طب ده كان المرة اللي قبل الأخيرة اللي قابلت فيها احمد طارق خليل، وكنا في المنصوره وقتها. حتى كان القعده كلها كان صراحه كانت قعده لذيذه جدا، لان هما كان جاي لقاء كده خاص في تبع مكان انا مش فاكر اسمه، ولكن هو ما فيش غير هو بس الحدث، هو كان هو. فقعدوا تقريبا 4 ساعات عمالين نتكلم والكلام ده، وكان ممكن واحد يتكلم معاه. فكان اللقاء كله على اساس ان هو كمستثمر يهمه الشخص يكون عنده سكسس ستوري او قصه نجاح، اللي هو انت مين. فبيقول يعني هو حتى بيحكي عن نفسه، بيقول ان انا في الاول كنت لو انا بعمل بيزنس بلان خطة عمل وكده، فبكل بساطة لو كنت عامل احسن حاجة في العالم كان ماشي ماشي، كان بياخدوني باستدفاء. بقول انا دلوقتي ما تقارنش بعقليتي اللي هو كالتخطيط، وبقى الوقت اللي كنت واخده في التخطيط. دلوقتي اي حاجة حتى لو بعملها بسيطة بقول لي برافو 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 برافو. تمام. فده بيتكلم بقى بشكل واقعي، بمعنى ان انت لازم تعمل اساس صلب لنفسك وانت مين، وفي نفس الوقت تخلي يعني اللي هو تجيب يعني باختصار كده تبني اساس لنفسك، يعني اللي هو انت مين برضو. يعني انت عارف شويه في البرمجه، فكره انك لا انت ما تكونش عايش شويه عارف شويه في البرمجه، ما تكونش عارف شويه في البرمجه، لا انت تكون احسن واحد في البرمجه على مستوى مصر، على مستوى الوطن العربي، على مستوى في التوب 10 على مستوى العالم. بحيث انك انت وقت ما تخش في اي مجال وتوصل لمستوى كبير واسمك يكون معروف، فاي شركه هتروحها هتتقبل. اي لو انت بنتكلم كبزنس، اي مستثمر هتدخل له وهيسال، وبوقت ما يعمل حاجه اسمها الديو ديليجنس عليك، بمعنى اللي هو الاستخبارات، ويشوف انت مين اصلا بس بشكل مفصل، ويعرف انك انت جامد جدا في المجال بتاعك والناس عارفاك. شكرا على كده.
تمام. فانا بالنسبه ليا دي المره الاخيره بقى اللي انا قابلته فيها واتكلمت معاه على فكره ان انا خلال المده دي زي ما انا قلت لكم حسيت ان انا ما اعرفش حاجه. كل ما انا حبيت بقى اتعمق بقى، انا حاسس ان انا على السطح، اتعمق في اللي انا بحاول اعمله، اتعمق في اللي انا بحاول اعمله عشان الاقي الاجابه لان انا قلت لكم ان انا اكتر من مره كنت شغال على نفسي وانا عايز يخش معايا كمستثمر ويرجعني فيشتغل اكتر، لحد ما اخيرا اخر مره قال على فكره انت بدات تمشي. يعني انا اتكلمت معاه، كنا في مكان اسمه مينت انكوبيتور، حاضنة اعماله كده في ميدان التحرير. فانا حتى والله سبحان الله اللي هم يعني من كتر ما انا ببحث على كلمه احمد طارق خليل في السيرش وكده عشان لو اشوف اي حاجه اروح اسافر واشيل، انا طبيعي بسافر، انا من بني سويف، اسافر واروح اشوفه واتكلم، لان انا في الغالب بتكلم معاه وبساله وبخليه يشوفني كتير بحيث حتى انه يتعود عليا. فاللي حصل في اخر موقف ان بكل بساطه كنت بساله على نفس السؤال اللي هو بكل بساطه انا شغال على نفسي، وكل ما انا بتعمق في اللي انا بحاول اعمله بحس ان لسه في كتير. فانا مش عارف هل امتى، يعني فاهم اللي هو امتى انا حاسس اللي هو انا مش حاسس ان لسه قدامي كتير، وحاسس ان انا ممكن ده ياخرني وكل الاسئله دي. فما ردش عليها بشكل مباشر، بمعنى خد بيا المثل كده قال شايفون الشخص ده يمثل رائد الأعمال، بمعنى لازقة بس بشكل لطيف يعني اللي هو لطيف كده بيسأل وكل شوية وورايا كل شوية، بس في نفس الوقت شغال. وبعدين واحد بقى يعتبره ما جابش على الجوازة بتاعته، وبعدين قال لي على فكرة أنت مش جاهز، بس في نفس الوقت يعني صراحة الموضوع كان مؤثر كده، إنه كان بيتكلم معاه قدام كله كمل إنك أنت بدأت تمشي على الطريق الصح. فحتى بعد كده بقى واحد اتكلم نفس الكلام بتاعي، ولكن قال انا ما بكملش، قال وقت ما ادخل في حاجه واتعمق فيها والكلام ده فبلاقي فيها حاجات كتير بقف. فبص له كده قال له مش هينفع، لازم اكيد لازم تجمع وحوار انك تهتم بتفاصيل حاجه مهمه. فكل ده بعد الموقف ده تحديدا خلاني اقعد مع نفسي وافكر واسال السؤال الكبير، وهو بكل بساطه انت مين؟ يعني اللي هو بكل بساطة انت مين؟ يعني انا وقت ما اقول انا مين، انا مين، انا دلوقتي انا مين، انا حرفيا مش متعرف، مفيش تعريف. فبكل بساطة طبعا أنا قررت ان انا اكون هو قال في فيديو، حتى مش فيديو، في اللقاء نفس اللقاء اللي انا قلت عليكم كان اللقاء معظمه انت مين، كنا حتى عمالين نهزر يقول طب انت مين، انت مين بقى. المهم ان مفيش حد موهوب او حد تقيل او ناس تقيلة في الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي عموما يعني، او حتى في مصر، اللي هم ناس تقيله تقيله. بمعنى اللي هم قاعدين في مصر، لان معظم الناس التقيله لان انا قابلت حد حتى في الذكاء الاصطناعي تقيل بس كان قاعد في امريكا، ما شاء الله، حد كان في شركه، كان هو السي تي او اللي هو الرئيس الخاص بالتقنيه في الشركه، والشركه اتصفت على 4 مليار دولار، ده قابلته في حدث يعني. المهم، فبكل بساطه انا قررت ان انا اكون اللي هو الموهبة أو اللي هو من ضمن الناس التقيلة جدا في الذكاء الاصطناعي، بحيث إن ده يكون أنا مين. تمام. دي كده أنا بدأت كتب كنت أنا جايب، كنت متكلم في فيديو إن أنا طبعا آه، المهم الكتب دي كتب رياضة خاصة بحرفيا بالمرحلة الإعدادية، لأن أنا محتاج أسس نفسي في الرياضيات من الأول خالص، بحيث إن أنا كنت الرياضيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، الجبر الخطي، التفاضل والتكامل والاحتماليات، لكن لو دخلت عليهم خبطة كده أنا هحبط لأنها حاجات معقدة. لكن اللي كده أنا بدأت من الرياضيات الخاصة بالإعدادي، بحيث إن أنا أترجم الرياضيات أصلا الأساسيات بالانجليزي، بعدين امشي واحده 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 لحد ما اقوي نفسي في الرياضه. وجزء تاني اللي هو بتعلم طبعا الجزء البرمجه، وانا يبقى ممكن اتكلم معاكم في حوار الخريطه بتاع الذكاء الاصطناعي بشكل صح، انك تكون لو انت عايز تكون في الذكاء الاصطناعي حاجه كويسه. انا تعبنا حبتين ان انا خدت برضو الشخص اللي انا اتكلمت معاكم، اللي انا لسه عاطي مثال عليه دلوقتي، اللي هو مستوى عالي جدا في الذكاء الاصطناعي. فبكل بساطة أنا كنت اتكلمت معاه وقلت له أنا مهتم جدا. ده كان في حدث بقى بعديه، بعد ما قررت إن أنا أخش وأكون الشخص اللي يكون موهوب في الذكاء الاصطناعي. آه،
سبحان الله ربنا صادفني ان انا رحت حدث لقيت الشخص ده موجود، وحتى كان معاه جهاز شغال بالذكاء الاصطناعي وكان بيعرضه علينا. فقلت له طب انا لو عايز واحد اتنين تلاته اكون كذا، قال لي لازم الصوريات بتاعتك يكون روكيت ساينس، بمعنى كأنك انت عالم صواريخ لو انت عايز توصل للتوب خالص. فطبعا ده ممكن يكون محبط بالنسبه لناس كتير وانا شخصيا، بحيث ان انا يعني احنا ده مش يعني بتلاقي الجمله لو انت بتسمع افلام انجليزي بيقول لك ات نوت روكيت ساينس، اللي هو يا عم ده مش هندسه الصواريخ، اللي هو لان بتكون الردود بتاعتها معقده حبتين. فبكل بساطة ضحكت، يعني أنا ضحكت ليه؟ لأن أنا في يوم والله سبحان في يوم من الأيام اتخيلت، مش في يوم ده، هو السنة اللي فاتت تخيلت إن أنا من كتر ما المثال ده بيتكرر قدامي على مدى صعوبة الرياضيات اللي ممكن الواحد يحتاجها عشان يخش في حوار الصواريخ والكلام ده، قلت طب أنا عايز أتعلمها علشان حتى أقول لأي حد، حتى اللي هو رياضة علم الصواريخ ده أنا عارفها. المهم بكل بساطة أنا بدأت، ودلوقتي في الكتاب التاني انا كنت متكلم حتى بنزل فيديو عن حوار الاستمرارية. كنت ماسك الكتاب ده الجزء الاول منه، وقلت ان انا وقتها ما كانش عندي طاقة ان انا اكمل، فخلصت الجزء الاول وحاليا في الجزء التاني. وخليني اقول لكم دلوقتي بكل بساطة الكتب اللي اثرت عليا بشكل كبير قوي وخلتني برضو اواجه نفسي بشكل واقعي واعرف انا محتاج ايه. اقول لكم برضو طبعا خلينا نبدأ بالكتاب اللي انا قبل كده اتكلمت عنه، القوانين الطبيعة البشرية. والله الكتاب ده كبير، وأنا عارف إن ممكن لو أنت مش بتحب القراءة تحس الموضوع محبط، ولكن الكتاب ده ممكن يغير حياتك، مش ممكن ده أكيد هيغير حياتك، لأنه يفهمك كل حاجة عن نفسك، عن تفكيرك، عن الناس. بمعنى شفت انت كل المشاكل النفسية او الحاجات، مش ممكن انت ممكن النفسية احنا بنشوفها حاجة بشكل عيب، او ان يا عم مش مريض نفسي وكل الكلام ده، ولكن ممكن في حاجات نفسية عاملة زي البرد كده. هل انت لو انت عندك برد ده يعني انك انت مش مريض؟ لا، انت بتبقى مريض جسديا عندك برد، ولكن مش معنى البرد انك انت مثلا عندك مرض قلب مثلا، يعني ربنا يشفي حد عنده قلب. فبالمثل هو الفكرة كلها بيوريك التفاصيل الصغيرة، وحتى بتفهم انت ليه بتتصرف كده، ليه بتتعصب، ليه الشخص ده كان بيتعامل معاك كده، ليه معرفش حد سابك، ليه انت مثلا بتفكر ترتبط. بص شفت انت الأسئلة الغريبة دي اللي هو انت ممكن تسألها بينك وبين نفسك، هتفهمها وهتفهم شخصيات الناس اكتر من اي كتاب تاني الصراحة. المهم، طبعا الكتاب ده في كتاب في بالعربي منه، ونسخة بتاعته PDF على على الانترنت. العدو الغرور هو العدو، هو من الاسم معروف، يعني حرفيا كتاب بيمسك لك الغرور كده، لان الغرور فعلا هو العدو، بحيث ان انت لو شايف نفسك اجمد واحد في الدنيا مش هتفكر انك تتعلم، مش هتفكر انك تمشي خطوة لقدام اصلا، انك انت شايف نفسك اجمد واحد في الدنيا. وحتى تحس ان كل الناس المفروض تساعدك على ايه، والله ما اعرف، بس هو غرورك بيوهمك ان الناس لازم تساعدك وانك انت مش محتاج تعمل اي حاجة. الكتاب اللي بعد كده برضو موجود بالعربي، Think Again، فكر مرة أخرى، بحيث إنك أنت الناس كلها بتفكر لكن محدش بيعد التفكير، بمعنى انك فكرت انك تعمل حاجه معينه، ولكن انت ما فكرت، ما عدتش تفكير انت ليه اصلا بتعمل الحاجه دي. وده بيخليك بيدخلك في عمق في انك تفهم نفسك اكتر، وحتى تفهم العالم. طبعا الكتاب ده لا غنى عنه، اللي خلاني اطلع من انطوائي الاجتماعي حرفيا، ده كيف تؤثر على الاخرين وتكتسب الاصدقاء. ده مش موجود منه عربي، او تقريبا موجود منه عربي بس حد مترجمه كده، فاهم، اللي هو ممكن ما يكونش في بعض المصطلحات الصح، اللي هو ذا لين ستارت اب. لو انت مهتم ان يكون عندك مشروع، سواء انت بقى بتتعلم برمجه وحابب تعمل نفس حاجه لنفسك، فده يديك نظره كده، اللي هو هيعرفك قد ايه في الموضوع بسيط. بمعنى انك حتى مثلا نفرض ان في مكان حاجه اسمه مشروع كان اسمه دروب بوكس، عامل زي جوجل درايف كده، الكلاود، انك بترفع عليه فيديوهات على الانترنت ده. كان وقت ما بدأوا الشركة بتاعتهم وبدأ يعرضوا الفكرة، عملوا فيديو انيميشن كده 2D، اللي هو كرسم سكتش للفكرة بتاعتهم، وخدوا الاستثمار. فهو بيتكلم يعني انك ممكن لو انت عندك فكرة مشروع وعايز مستثمر، ازاي تعرف تعرضها بشكل بسيط وتجيب تصديق عليها. واخيرا ده الكتاب اللي بالنسبة لي مفترق
مديتيشن او حتى اللي هو التأملات، موجود بالعربي برضو. وبي دي اف طبعا. ده حاجه ماركس اوروليوس اللي هو متخيل الامبراطور اليوناني. لا، اليوناني ولا الروماني؟ هو اليوناني. فانت متخيل واحد عنده امبراطوريه مع كل، بص يعني انت مش عايز اقول لك الامبراطور في خاصه في الرومان او اليونان كان بيكونوا عاملين ازاي. وده بقى بيحاول يحجم نفسه ويحاول يعلم نفسه ويحاول يعلم نفسه ازاي يتعامل بشكل متواضع، ازاي يعلم نفسه ازاي يشتغل. يعني حرفيا انت متخيل شخص متوفر كل ليه ملذات الحياة، ولكن رغم ذلك شغال على نفسه وبيحاول يقاوم كل الغرائز اللي عندنا، اللي احنا ما نقارنش طبعا بحد معاه كل حاجة. ده امبراطور يعني. انت مش عارف اوصفها. انت يعني انت أصلاً بتشوف الافلام اللي هو عامل ازاي، ورغم ذلك شغال انه بيفكر نفسه كل شويه في الكتاب. لا، انت جاي هنا عشان تصلح في الارض. لازم تتحكم في نزواتك، اللي هو بكل بساطه هو اصلا يعتبر مذكرات خاصه بيه. انصح اي حد بيحاول يبحث عن نفسه يقرا الكتاب ده، هيجيب معاه عن الاخر الصراحه، من الاخر، وهيجيب له سلام داخلي رهيب. بس المهم، بكل بساطه كده، اخر حاجه اخر حاجه هي بكل بساطه، انا بفكر اعمل جروب بسيط كده، يكون فيه الاشخاص اللي هي مهتميه انها تطور من نفسها، ولكن اللي بجد محتاجين يطوروا من نفسهم. بحيث ان صراحه في مع احترامي للكل، في بعض الاشخاص بتبقى عايز تتطور من نفسها علشان الناس بتطور من نفسها، وفي بعض الاشخاص بتبقى عايزه تطور من نفسها علشان هي عايزه تطور من نفسها. النوع الاولاني للاسف ما بيكملش طبعا، والنوع التاني بيبقى عايز يكمل بس اوقات بيبقى حاسس بقى اللي هو ايا يكن، انه بوحده، لانك وقت ما بتبدا الرحله دي بتحس بوحده، مفيش طاقه، مش عارف انت بعد كل ده هيحصل ايه، كل الاسئله الوجوديه دي. وخاصه انك انت زي ما قلت انك بتحس نفسك غريب في بدايه الرحله، انت بتحس نفسك غريب. فاحتمال اعمل جروب، مش عارف اعمله فين، يكون خاص بالناس اللي هي بتحاول تطور نفسها من بجد بجد، ونحاول نعمل بعض الحاجات كده مع بعضنا جوه. وبس. فبالنسبة طبعا للست شهور الحاليين، أنا شغال على نفسي في الرياضيات والذكاء الاصطناعي، اللي هو لا، مش لسه ما بدأتش حتى في الذكاء الاصطناعي. بمعنى إن الذكاء الاصطناعي عشان تيجي تدخله وتبدأ ماشين ليرنينج هتحتاج تطور نفسك في بايثون. وانا اقصد تطور نفسك مش انك تعرف الاساسيات، لان انا كنت اتعلمت الاساسيات وحسيت نفسي ان انا مش بفهم حاجه. لحد ما طبعا انا جبت كتاب، انا برضو حتى ابقى اتكلم على الكتاب ده. ده هيبدأ معاك لحد ما يدخلك في الكلاسز اللي هو خاصة ببايثون، لو حد اتعلم بايثون يعرفها. ولكن بقى بعدين بيدخل معاك في مشاريع، في 3 مشاريع. انا خلصت المشروع الأول منهم، حتى بتكلم عنه اللي هو لعبة. بعدين في كتاب تاني راح فين؟ ده ايه ده ده اللي انا بدأت فيه دلوقتي، بحيث ان هو بعد ما تخلص اصلا الكلاسز اللي هو اخر جزء، المفروض تخش على الاوبجكت اورينتد. ده حاجة أساسية. وبعدين بقى بتدخل على الداتا ستراكشر والالجوريزم، اللي هم رحلة طويلة كده. مع وجود الرياضيات طبعا عايز أسس نفسي فيهم قبل ما أخش على الماشين ليرنينج، عشان ما أخش على الماشين ليرنينج وأحس إن أنا مش فاهم اي حاجه. وفي نفس الوقت هي الفكره كلها دي بقى ممكن اتكلم على الكلام ده كله في فيديو تاني. ولكن وقت ما انت بتتعلم الاساسيات وبعدين بتدخل على الحاجه، انا لو انا اتعلمت الرياضيات كويس، بعدين دخلت على الرياضيات الاساسيه في الماشين، في اللي هو الذكاء الاصطناعي، واتعلمت بايثون كويس والحاجات الاساسيه في البرمجه اللي انا محتاجها جوه، وبدات بقى جد في حوار بقى الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، اللي هو بين ادمج بقى بين الاتنين، هكون اسرع بكتير من حد داخل. ان في فرق ما بين حد يعني، عشان بس افهمك حاجه، اللي فكر يتعلم ذكاء اصطناعي وياخد شويه من هنا على شويه، يعني شفت انت تلاقي نفسك خدت شويه من هنا على شويه من هنا على حته هنا، مش فاهم هي جايه منين. فاهم؟ شفت انت اللفه دي؟ انا يعني الحمد لله انا عرفت الطريق، يعني انا عرفت الطريق بتجيبها ازاي بالنسبه ليا. وبرده ممكن يكون بالنسبه اقول لكم
الخريطة كلها عاملة ازاي علشان تعرف تتحرك. لأن الموضوع في بعض الناس بتتكلم على الذكاء الاصطناعي بشكل سطحي قوي وبتتحرك فيه وبعدين بتحس انك ما عملتش اي حاجة. المهم ده ممكن كل الكلام ده ممكن اتكلم عليه بعد كده عشان حاسس ان الفيديو طول خالص. فبس فهو ده مختصر ال 12 شهر، وان انا طلعت ان انا مش عارف اي حاجة، وان انا عايز احط اللي هو انا مين. انا مين بس كده. فدعواتكم بالتوفيق. سلام.